إلى الرأي العام بعد مضي 3 أشهر على تحرير مدينة منبج بملحمة بطولية من رجس إرهاب داعش، إننا في المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها نشكر وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي للمشاركة والتنسيق في تحرير مدينة منبج وريفها وأهلها من ظلم عصابات داعش الإرهابية، ونشكرهم أيضا للمساعدات التي قدموها بعد التحرير، حيث قامت وحدات الحماية الشعبية وقوات سوريا الديمقراطية ومساندة قوات التحالف الدولي بتأهيل القوات التابعة للمجلس العسكري لمدينة منبج وريفها، وتخريج عدة دفعات من مقاتلين ورجال أمن للانضمام إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، وتأهيل كوادر لتصبح قادرة على الدفاع عن منبج وشعب منبج ضد كل الأخطار والتحديات الأمنية، سواء كان من عصابات داعش الإرهابية التي ما تزال تواصل عملياتها العسكرية بهدف زعزعة الاستقرار وعرقلة عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية، أو ضد أي جهة أخرى تحاول الاعتداء على منبج. ونحن في المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها نشكر مجددا وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي وكل الجهات التي تعاونت مع شعب منبج لتحريره من عصابات داعش، وكل من يسانده للوقوف في وجه المطامع الاستعمارية مجددا. ونرحب بالقرار الذي أصدرته القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية والقيادة العامة لوحدات حماية الشعب بتاريخ 16 تشرين الثاني 2016 انسحاب قواتهم إلى شرق نهر الفرات للمشاركة في حملة غضب الفرات لتحرير الرقة. وفي الوقت نفسه فإن قوات المجلس العسكري تستمر في فعالياتها المتمثلة بتحسين وتمتين وتطوير دفاعاته بمساعدة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وكنا في المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها قد أعلنا في بيان سابق بتاريخ 19/8/2016 تسلمنا كل المواقع والنقاط العسكرية التي كانت تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية ضمن مركز المدينة والريف. القيادة العامة للمجلس العسكري لمنبج وريفها 16/11/2016.